اول مره اعرف ان الفسيخ بيتاكل بالطريقه دي او بيتعمل بالطريقه دي وبعدين بيتاكل. تعالوا كده نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف الطريقه اللي صحابي قالوا لي عليها. ده الفسيخ بيتاكل بالطريقه دي. انا عملتها معاكم داخل الفيديو بمنتهى الامانه، هقول لكم رايي فيها اذا كانت حلوه ولا لا او تعملوه ولا لا. تعالوا بينا كده نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف كده هنعمله مع بعض ازاي. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات على الكل. يلا بينا. وتعالوا بقى كده لما نبدأ الفيديو بتاعنا من البداية. من الأول كده عايزة أقول لكم إن أنا كان نفسي جدا في السهلية اللي هي بتبقى الصغيرة دي، عارفينها طبعا انتم، اللي بيبقى لونها أصفر. فدخلت عند محل الفسخاني وقلت له أنا عايزة سهلية، موجودة عندك؟ قال لي أيوه. قلت له تمام جدا كده. لكن لقيت الراجل مطلع لي الفسيخ ده وبيقول لي دي سهلية. يا عم ده فسيخ. قول لي لا دي سهلية. لكن بصراحة هو فسيخ بس حجمه صغير شوية. باختصار كده الراجل عايز يبيع وانا قلت يلا مش مشكلة، هاخد منه وخلاص. وحط لي كمان معاها شوية من البسارية دي كده. طبعا ده الكلام ده جر رجل عشان ابقى زبونة عنده. ما علينا. طبعا هنا انا هاخد واحدة بس اجرب فيها الطريقة، وكمان هي واحدة بس على قدي، انا مش هقدر اكل اكتر من واحدة خالص. تمام. هبدأ بقى دلوقتي كده اخده وبعدين هبدأ ان انا انضفه علشان نعمل الطريقة اللي اتقالت لي كده مع بعض، وهقول لكم رأيي فيها كان ايه. تمام. ونبدأ بقى كده مع بعض عملية التنظيف. طبعا كلنا عارفينها طبعا ان احنا بنشيل القشر الخارجي للفسيخ بتاعنا بالشكل ده كده. ودلوقتي طبعا هنخلص بقى من القشر اللي احنا عملناه ده. بصراحة كده انا خدت الطبق والسكينة وغسلتهم. تمام. يعني حاجة صعبة بصراحة، الفسيخ ده ريحته بتبقى صعبة جدا، معرفش كل مرة اجيبه وبعد ما اجيبه واكله ابدا اقول هو انا جبته واكلته ازاي، يا ربي على الريحة بجد فظيعة. لكن بقى احنا ما بنقدرش نقاوم برضو. تمام. ابصوا هنا كده فتحته كمان من منطقة البطن وبعدين نضفته كويس جدا. تمام. طبعا هو المفروض كده خلاص احنا نضفناه. هنيجي بقى نشوف الطريقة اللي هم قالوا لي عليها واشوف كده النتيجة هتبقى ايه. طبعا هنا انا بوريه لكم تاني اهو. جبت بقى طاسة جريل اي حاجة متوفرة عندك، وهنضيف كده حاجة بسيطة من الزيت، وده كان اخر زيت عندي تقريبا او اخر زيت في الازازة. انا هفتح ازازة تانية طبعا. وبعدين حطيته على النار وسبت الزيت لما يسخن كويس. تمام. اهم حاجة بس الزيت يسخن معانا كويس، لان الزيت لو بارد هيبوظ لك الدنيا تماما. خلاص. ونكمل بقى التجربة بتاعتنا. وجبنا الفسيخة اللي عندنا وحطيناها كده في الزيت بعد ما سخن معايا تماما. وحطيت كده كام قرن من الفلفل، وعايزه اقول لكم ان الفلفل ده كان حامي جدا، لكن بصراحة انا مش بستغنى عنه ابدا في. طيب المفروض بقى ان انا هحط الفسيخة دقيقتين او 3 بس، مش هكتر عن كده علشان هتتهري معاكي يعني يا دوبك كده. وطبعا انا هنا فتحت بقى ازازة زيت تانية وحطيت كده على الوش كده كام نقطة بس كده من الزيت، وجبت الفرشة بتاعتي وهبدأ ان انا اوزع الزيت كده اللي انا حطيته بالشكل ده. بصراحة كنت اول مرة في حياتي اعمل الفسيخ بالشكل ده. يعني انا كنت مستغربة لما قالوا لي ان هو بيتعمل كده. تمام. طبعا دقيقتين 3 مش اكتر. بعدين اخدته بقى كده وطلعته وقلبت الفلفل اللي عندي. وتمام كده جدا كده. بقى المفروض ان الوصفة كده او الطريقة كده انا كده خلصتها. تعالوا بقى لما اقول لكم على رأيي فيها او كانت حلوة ولا لا. بس الاول كده بقى نعمل شوية البصل اللي احنا متعودين عليهم دول جنب الفسيخ. بصراحة انا بحب البصل مع الفسيخ جدا. البصل عموما مفيد جدا ورافع مناعة يا جماعة بجد، يعني ريت تستخدموه دايما. تمام. حطيت كمان هنا طماطم. تمام كده. طبعا لازم اظبط الطبق اللي عندي. حطيت الليمون. تمام. وعصرت كمان ليمون. وعايزة اقول لكم بقى ان الطبق كده جهز معايا.
وعايزه اقول لكم بقى كمان ان انا لما اكلت منه بصراحه ما عجبنيش خالص، وان الفسيخ لما بيتاكل عادي كده بطبيعته من غير ما نحطه على النار او من غير ما نحطه على الزيت بيبقى طعمه افضل بكتير، لان الطريقه دي بصراحه زودت فيه نسبة الملوحة جدا، لان الطريقة دي تقريبا بتبخر المية اللي موجودة عندك في الفسيخ، وبتعمل تركيز للملح اللي موجود او للملح اللي الفسيخ اتخلل بيه. فبصراحة كانت ملوحته زايدة جدا وانا محبتوش ابدا بالطريقة دي. فده كان رأيي فيها بمنتهى الأمانة، لكن لو في ناس بتحبه بالطريقة دي طبعا بألف هنا وعافية ليهم يا رب، كل واحد على زي ما اتعود. لكن أنا قلت لكم أنا أول مرة أعملها وهديكم رأيي فيها. بصراحة تجربة غير مستحبة تماما ليا. أنا بطبيعتي ما بحبش الفسيخ يبقى ملحه زايد، يعني دايما بجيبه ملح وسط. الطريقة دي زي ما قلت لكم زودت فيه نسبة الملح جدا، فدي هتكون أول مرة وآخر مرة برضو أعمله بالطريقة دي. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. بحبكم جدا جدا وأقول لكم مع ألف سلامة وباي باي.